ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ تعالوا اقول لكم ايه الحاجات الشخصيه اللي مينفعش حد يستخدمها مكاننا، وبالتالي احنا كمان مينفعش نستخدمها مكان حد. يلا نبدا. اول حاجه معانا فوطه الوش او فوطه الجسم عموما. دي من اكتر الحاجات اللي مينفعش يستخدمها مكان حد او حد يستخدمها مكاننا، لان دي اكتر طريقه لنقل الميكروبات او العدوى. تاني حاجة المشط برضك مينفعش حد يستخدمه مكاننا او نستخدمه مكان حد، لان ساعات الشعر بيبقى فيه قشرة او فيه فطريات. تالت حاجة الديودرنت برضك مينفعش ان حد يستخدمه مكاننا او نستخدمه مكان حد، لان دي بتبقى مناطق حساسة. رابع حاجة الشفرة، برضك الشفرة من الحاجات الحساسة اللي مينفعش حد يستخدمها مكاننا. خامس حاجة الشفرة بتاعة الوش، برضك دي من الحاجات الحساسة جدا، مينفعش حد يستخدمها مكاننا او نستخدمها مكان حد. سادس حاجة المبرد بتاع الضوافر، برضك مينفعش نستخدمه مكان حد. سابع حاجة فرشة السنان، وهظن دي بديهية جدا مينفعش حد يستخدمها مكاننا. تامن حاجة إبرة الوجه اللي بتشيلي بيها الرؤوس السوداء، برضك مينفعش حد يستخدمها مكاننا. تاسع حاجة الرول بتاعة الماسك، برضك بتحط على وشنا، فما ينفعش حد يستخدمها مكاننا او نستخدمها مكان حد. بعد كده الملقاط، برضك ده من الحاجات الشخصية اللي مينفعش تستخدميها مكان حد. بعد كده القصافة بتاعة الأظافر، برضك دي من الحاجات اللي مينفعش تستخدميها مكان حد، لأن برضك ممكن وارد وانتي بتقصي ضوافرك تتعوري، فالدم غلط يتنقل لحد تاني أو انتي تاخديه من حد. بعد كده بقى فرشة الميك اب وحاجة الميك اب بقى عموما، زي الماسكارا، زي الكونسيلر، زي الروج، الحاجات اللي بتحط في العين او في الشفايف او على الوش عموما. دي من اكتر الحاجات اللي مينفعش نستخدمها مكان حد او حد يستخدمها مكاننا. ليه؟ لان دي حاجات بتتحط على البشرة، وبشرتي غير بشرتك غير بشرة اي حد. ممكن يبقى فيه حبوب، ممكن يبقى فيه قشور، فممكن الحاجات دي تنقل العدوى بمنتهى السهولة. وبالذات برضك السبونج بتاعت الفاونديشن من الحاجات اللي مينفعش تستخدميها مكان حد او حد يستخدمها مكاني. كمان ازازة المية او الحاجة اللي بتشربي بيها انتي مينفعش حد يستخدمها مكانك او انتي تشربي مكان حد، لان دي اكتر عرضة لنقل الامراض، يعني الف بعد الشر علينا. وبس كده يا بنات، دي الحاجات اللي انا قدرت اجمعها، الحاجات اللي انا شايفاها شخصية قوي، ان انتي ما تستخدميهاش مكان حد او حد يستخدمها مكانك. كمان ما تتكسفيش من حد ان انتي تقولي له لا دي حاجتي انا الشخصيه، او ان انتي برضك بلاش تحرجي نفسك او تاخدي من حد حاجه، لان ساعتها ساعه ما تتعبي مش هيفيدك بحاجه ان انتي طلعتي ذوق مع حد وما عزتيش يعني حاجتك عليه. لا بالعكس، دي حفاظا ليكي وحفاظا للشخص الاخر اللي انت بتتبادلي معاه الحاجه دي. فانا شايفه ان دي حاجه شخصيه جدا ما ينفعش حد يستخدمها مكاننا او نستخدمها مكان حد. فبس كده، دي نهايه الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبك واستفدتي منه. ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناه.